جربوا تعملوا البطاطس بالطريقة دي وبجد هتبهريهم. هنعمل منها أحلى سندوتشات شاورما طعمها ولا أروع من كده. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. معايا بطاطس مقطعاها صوابع، بس صوابع رفيعة خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده غسلتها وحمرتها، حمريها بقى في الزيت أو في الإير فراير زي ما تحبي. وبعد كده حطيتها في بولة، ومعايا بصل حوالي بصلتين كده مقطعاهم جوليان، بس تكون شرايح رقيقة خالص. كمان معايا نص ربطة من البقدونس، وكمان معايا نص معلقة من الملح. وفي الوصفة دي محتاجين بهارات بطاطس، وتكون بهارات بطاطس طعمها حلو. ودي بقى البهارات اللي استخدمتها، لقيتها في السوبر ماركت فعجبني كده شكلها، حسيت ان هي بهارات نظيفة كده، فقلت اجيبها اجربها. بصراحة ريحتها كانت حلوة جدا، اسمها بهارات برافا. خدت منها معلقة صغيرة وقلبت بقى البطاطس مع البصل والبقدونس والبهارات. والريحة بقى في الوقت ده مش قادرة اقول لكم، يعني نفسي تشموا الريحة عاملة ازاي. ريحتها خطيرة جدًا ولسه ما عملناش حاجة فيها. شايفين بقى الجمال، ممكن تاكليها كده وتستغني عنها. لهنا بقى باقول لكم إن ريحتها كانت حلوة جدًا. معايا فحماية وطبعًا مولعاها. معايا بقى معلقة من السمنة أو معلقة من الدهن، لإن السمنة أو الدهن اللي هتحطيها على الفحمة هي اللي هتديكِ نفس الطعم والريحة اللي حطيتيها. يعني حطيتِ ريحة دهن ضاني هتحسي بطعم ريحة الدهن الضاني، حطيتِ سمنة برضه هتحسي بطعم السمنة. ممكن بقى تاكليها في الوقت ده كده بعيش وتبقى أكلة خطيرة جدًا. بس أنا بقى هاعمل بقى فيها شوية حاجات كده كأننا عملنا ساندوتشات شاورما بالضبط. معايا تومية، والتومية دي أنا عاملاها في البيت، ومعايا عيش سوري، معايا كمان خيار مخلل. هاحط كده تومية، وكمان هاحط خيار مخلل، وهاحط كمان كده شوية من البطاطس اللي إحنا عملناها، وكمان هاضيف كده كمان كاتشب. فبجد طعمها خطير جدًا، والله العظيم كل اللي داقها افتكر إن هي شاورمة لحمة كمان، مش شاورمة فراخ، شاورمة لحمة، طعم شاورمة اللحمة بالضبط. بعد كده معايا جريل، حطيت فيه معلقتين من الزيت. وبعد كده هننزل بقى بالساندوتشات بتاعتنا ونديها لون من الناحيتين. شايفين بقى الجمال؟ أكلة ما خدتش ثواني، واقتصادية جدًا، طعمها خطير. وبصراحة البهارات غنتني عن إن أنا أحط أي إضافات تانية، ومدية لها طعم حلو. وكمان الساندوتشات طعمها والله العظيم كل اللي داقها بيقول لي مستحيل ان دي تبقى بطاطس، مفيش اصلا طعم بطاطس خالص. احنا مش حاسين بطعم بطاطس، احنا حاسين ان احنا بناكل شاورمة لحمة بالظبط. ولو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو يسعدني اعرف بتتابعيني من اي بلد. جربوها، متأكدة هتحبوها قوي. ما تنسوش اللايك والمتابعة لو عجبكم الفيديو.